لاحظتي قبل كده إن ابنك أو بنتك بقى وشهم شاحب، بيتعبوا بسرعة ومش قادرين يلعبوا زي الأول، مش بيركزوا في المذاكرة أو بينسوا كتير، دايماً بردانين حتى لو الجو مش برد؟ ما تقلقيش، دي ممكن تكون علامات أنيميا. الكشف مش صعب، في تحليل بسيط جدا اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بروتين موجود جوه كرات الدم الحمراء، وظيفته ياخد الأكسجين من الرئة ويوصله لكل حتة في الجسم. يعني لو الهيموجلوبين قليل، الطفل هيبقى تعبان، مش عارف يركز، لونه شاحب. النسبة الطبيعية للأطفال بتكون ما بين 11 ل 15. لو النتيجة أقل من 11 ده معناه إن في أنيميا ولازم متابعة مع الطبيب. بس قبل ما تعملي التحليل في شوية شروط بسيطة لازم تعرفيها عشان النتيجة تكون صح ومظبوطة. أول حاجة، التحليل ده مش لازم صيام، يعني لو ابنك فطر قبلها مفيش مشكلة خالص، لكن مهم جدا إنه ما يكونش واخد أدوية حديد أو فيتامينات فيها حديد قبل التحليل بيومين أو 3، لأن ده ممكن يدي نتيجة مضللة. لو ابنك لسه واخد مضاد حيوي قوي أو علاج للكحة، الأفضل تستني شوية بعد انتهاء العلاج، لأن بعض الأدوية بتأثر على بعض مكونات الدم. لو الطفل تعبان جدا أو عنده حرارة عالية في نفس اليوم، الأفضل نأجل التحليل لحد ما يخف عشان الجسم يكون في حالته الطبيعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مبادرة للكشف المبكر عن الأنيميا عند أطفال المدارس علشان يخلي كل أم تطمن على ولادها. الخطوات سهلة جدا. لو ابنك في مدرسة هتلاقي الفريق بيجيله هناك، بياخدوا نقطة دم من صباعه بشكة بسيطة خالص، يعني مش هيحس بيها. النتيجة بتطلع في نفس اليوم، ولو في أنيميا بسيطة ما تقلقيش أبدا. هيعملوا شوية تحاليل تكميلية وهيدوا العلاج المناسب ويتابعوا معاكي خطوة بخطوة. أما لو كل حاجة سليمة، فدي أحلى لحظة تطمنك إن ابنك بخير ونسبته كويسة ومفيش داعي لأي قلق. شاركوا الحلقة دي مع كل أم تعرفوها، يمكن تكوني السبب إن طفل يتعالج بدري ويعيش بصحة أحسن. واكتبلنا في التعليقات، هل ولادك اتعمل لهم الكشف قبل كده؟ وافتكري، خطوة صغيرة منك ممكن تغير مستقبل ابنك. وما تنسيش تعملي منشن لأصحابك، يمكن تكوني سبب إن قلب أم تانية يطمن النهاردة. ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة، خلي دم أولادك خفيف وحلله.